تعالوا نبدأ حلقة النهاردة بطريقة مختلفة وهي بقصة في الأول كده. القصة دي هنتكلم عن بحار، والبحار ده اسمه محمد. فمحمد خد السفينة بتاعته وانطلق في البحر. محمد ما كانش عنده فكرة إن هو رايح فين، ولا هيرسى فين، ولا عارف أي حاجة. هو بس خد السفينة وسمع الكلمتين بتوع الناس اللي عمالة تعمل كلام تحفيز وتشجيع وهكذا، وقال لك أنت لازم تسعى، ومهما مش عارف إيه لازم تسعى، ابدأ اتحرك وإيه رزقك هيجيلك وإلى آخره. فمحمد سمع الكلمتين، قام جاي واخد السفينة وطلع في البحر. محمد ما عندوش فكرة هو رايح فين، جاي منين، عامل ايه، هو بس خد السفينة ومشي. فطول طريق محمد في البحر هو ما بيقابل كذا مينا، بس ما بينزلش. طول في مخيلته ان هو لا، انا لازم اكمل، لازم افضل اسعى. فعدى المينا الاولى والمينا التانية والمينا التالتة والمينا الرابعة لحد ما محمد مات في نص البحر. هنا بقى نيجي نسأل نفسنا، هل محمد مات لان هو ما فضلش في مينا معينة او مرسيش في حتة معينة، ولا هو إصراره وتصميمه لفكرة معينة أو فكرة السعي من باب اللاشيء هي اللي أتت محمد؟ ففكرة الحلقة أو الفكرة بتاعت النهاردة إن إحنا أوقات كتير بنبقى نفسنا نسعى وبنعمل، بس إحنا ما عندناش خطة، ما عندناش هدف إن إحنا نعرف إحنا بنقرب ولا بنبعد. طب إحنا ماشيين في الطريق الصح ولا الطريق الغلط؟ هي دي فكرة حلقة النهاردة. إن أنت لو ما عندكش مينا أو مكان إن أنت ترسى عليه، فصدقني كل الطرق هتودي للداهية ذات نفسها. عشان كده هي دي حلقة النهاردة من دفتر العراف. مستني رأيكم، وعايز أعرف كل واحد إيه الهدف بتاعه أو إيه الحاجة اللي نفسه يوصل لها. بعد ما كلنا سمعنا قصة محمد، فقصة محمد هي مش قصة خيالية، لأ دي قصة أنا بعيشها، وفي ناس كتير بتعيش قصة محمد. إن هي بتنوي الهمة وبتمشي وتكسر في الصخر. بعد ما تكسر الصخر تلاقي إن هي مش ده اللي أنا عايزه، أو إن هي مرتاحتش، إن هي عمالة بتسعى وخلاص. فبتحس إن هي تاهت، أو إن هي موصلتش للبر اللي هي عايزاه. فمن هنا بيتم خلق حالة كده من التوهان، اللي هو طب أنا وصلت فعلا ولا لأ، طب أنا أشوف صخرة جديدة أنحت فيها ولا إيه اللي المفروض أعمله لو أنا عمال بجري وبسعى ومعنديش هدف أو معنديش خطة. للأسف اللي أنت لازم تعمله إن أنت لازم تقف. يعني الحياة غريبة شوية، لأن أنت الناس كلها بتقول لك اسعى وفوت في الحديد، وأنا ذات نفسي كنت عامل فيديو قبل كده إن هو أنت لازم تسعى مهما كان اللي بيحصل حواليك، والناس كلها بتقول كده. بس الحقيقة إن أنت لو ما عندكش خطة للسعي ده، أو إن أنت ما عندكش هدف إن أنت توصل له، فأنت ما أنت بتوصلش في حاجة. فاهم يعني؟ أنت عامل، أديك مثال، إن أنت مثلا في القاهرة، عايش في القاهرة، وخدت طريق إن أنت تروح طنطا، فأنت مشيت 20 كيلو لطنطا، فرجعت في كلامك قلت لا أنا عايز أروح اسكندرية، فرجعت من طنطا اللي رجعت للقاهرة، وبعد كده رحت الطريق بتاع اسكندرية. في نص الطريق قلت لا أنا عايز أروح مش عارف فين، الغردقة، وقمت راجع مشيت حبة في الغردقة. فانت هنا انت عملت سعي وعملت مجهود ان انت رحت هنا ورحت هنا ورحت هنا، بس انت ما رحتش، انت فاهم، في بداية الطريق. وهي دي الدنيا اللي احنا بنعيشها، وللاسف في المخططات اللي احنا في دماغنا. لان انت مثلا ممكن ايه اللي بيحصل في مسألة الشغل بس، تسمع ان في مجال البرمجة مثلا اتشهرت الايام دي او في الفترة اللي فاتت، تلاقي الناس كلها جريت ناحية البرمجة، فتم التشبيع للشغل ده. تحس ان انت بعد ما مشيت نص الطريق مالكش مكان، فتقوم جاي راجع تاني. تسمع الناس كلها تتكلم عن الميديا باير، اللي هو إن الشغلانه وفلوس مش عارف ايه، فتمشي عقبال ما توصل لحاجه فيها تلاقي ان السوق تشبع، فانت تحس ان انت مالكش مكان. فهتمشي تلاقي الناس بتتكلم عن الاوتوميشن، عقبال ما توصل للاوتوميشن تلاقي السوق تشبع، فانت مالكش مكان. هي دي الفكره، انت ما عندكش هدف وما عندكش خطه ان انت توصل لها. انت عندك الناس بتوهمك بخطه انت بتمشي على مسارها، وبعد كده بتكتشف ان مش ده اللي انت عايزه اصلا. انت ماشي لان الناس بتقول لك احنا ماشيين هنا، فانت حرفيا ماشي مع القطيع. ومصير القطيع في الاخر ان هو هيتفكك او هيتشتت، ان هو كل واحد ما انت وصله للواجهه، وبعد كده حسوا ان هو لا، ان الناس مليانه كتير او في مننا كتير، فاحنا خلاص هنشوف مكان تاني. وهي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها، ان انت لو ما عندكش خطه من البدايه ان انت انا مثلا هتعلم الحاجه دي عشان اوصل لهدف معين، فانت بتقيس في الهدف بتاعك على مدار الحاجه اللي انت بتعملها. فانا النهارده مثلا، يعني لو نفترض مثال برمج، فانا اتعلمت النهارده بمقدار ساعتين، فالساعتين دي بالنسبه لهدفي وصلتني ل 30%. انا فاضل لي 70% هفضل اسعى فيهم، مش عارف خلاص 20 في 50، فانا وصلت للهدف اللي انا عايزه. اشوف الهدف اللي بعده. وجود هدف بيحميك من التشتت، بيحميك من فكرة ان انت تتوه، بيحمي مجهودك من ان هو يبقى بلا شيء. زي محمد، ان هو شاف اول مينا وهو مرسيش لان هو حس ان هو لا، مش دي اللي انا عايزها. لا، مع ان المفروض لو فرضنا ان القصة لازم تبقى بشكل مسار صحيح، فمحمد لو كان رسي في اول مينا، كان مثلا شاف حاجة اشتراها قام جاي باعها وهكذا، راح تاني مينا باع الحاجات اللي اشتراها من المينا الأولى، فحياته بقت حياة تاجر، فهو بقى بيسعى. لكن محمد فضل ماشي في البحر، فاهم، ترحال كده، اللي هو
ما وصلش لحل. فما تبقاش زي محمد واعمل زي ما احنا عايزين نوصل لحل، عايزين نوصل لهدف. فمن الهدف ده هتوصل لحاجة مقاصة بقى، ان انت تبقى مبسوط ان انت لما يبقى في حاجة انت عملتها حسيت ان انت نجحت فيها، بتفرق في حياتك انت شخصيا، وتخليك عندك امل ان انت تكمل اكتر. واحنا مثلا بنبص على الناس اللي حوالينا او الناس اللي نجحت بالذات، هل الناس دي نجحت ازاي؟ هو كان عنده هدف. يعني سواء الناس المشهورة قوي زي مارك وايلون ماسك وهكذا، هي دي ناس كان عندها هدف من اول يوم. ما شافوش مثلا فكرة ان في حاجة مشهورة فاحنا لازم نعمل زيهم، او مش عارف ايه، او ما مشوش مع القطيع. هو عمل لنفسه المسار اللي خلى القطيع تمشي وراه. فانت حاول تعمل نفسك المسار اللي انت عايز تمشي فيه. وللاسف احنا بينضحك علينا باسهل طرق في الحياة، والناس ما بتبقاش قصدها تضحك علينا، بس احنا بنضحك على نفسنا. يعني احنا بنشوف مثلا محمد ده اكيد كان في حد قبله قال له انا مشيت في البحر ووصلت لحاجات كبيره، بس هو الشخص ده رجع. محمد ما رجعش. دي نفس الفكره. احنا على طول بنتعرض لناس حوالينا وبنتعرض لحاجات كتيره بنسمعها وحاجات كتيره بنشوفها بتقول لك اعمل كذا ومش عارف اسهل طريق انك تكسب كذا واسهل مش عارف ايه. ممكن الحاجات دي تبقى واقعيه فعلا والناس دي كسبت من اللي هم عملوه، بس هل انت عشت نفس الشخص ده؟ لا، انت ما عشتش زيه، وطموحاتك وافكارك وقدراتك الشخصيه مش زيه. فاهم الفكرة؟ فأنت لو جبت أسد ما بين خرفان وربيته، هو الأسد ليه مقدرة أصلا غير الخرفان اللي هو حواليه، بس هو هيفضل طول عمره حاسس إن هو خروف لأن هو في مجموعة من القطيع. دي نفس الفكرة. أنت ما تبقاش في حتة مش بتاعتك وتلوم اللي حواليك إن هم مش شبهك. لأ، أنت اخرج بقى للغابة بقى، فاهم؟ أنت اتعامل مع الناس، أو شوف أنت عايز توصل لإيه عشان تحس إن أنت وصلت، تحس إن أنت بتحارب في حاجة. على الأقل أنت عارف أنت بتمشي فيها قد إيه. لأن أنت افرض أنت ماشي غلط، يعني فاهم؟ افرض مثلا يعني الناس اللي بتتعلم برمجة الأيام دي ما بقتش بتتعلم أكواد، لازم تتعلم إزاي تخلي ال AI ينجز لك الكود. فأنت ما بقتش بتتعلم بنفس النظري أو الشكل اللي كانوا بيتعلموا بيه الناس في الأول. وبرضه نفس الفكرة في كل المجالات. طالما في علم تطور لدرجة معينة، مش لازم تبدأ من الأول بقى، مش لازم نجيب الحاجة من أولها علشان نعرف ننجح. لا، أنت ممكن تختصر الطريق اللي غيرك عمله. فهتلاقيك أنت بدل ما بدأت من الصفر، أنت بدأت من نقطة رقم 5. فده وفر عليك مجهود 5 نقط أنت تبذلهم من 5 ل10، فأنت بقيت في حتة جديدة. وهكذا بقى وتستمر. لكن إن أنت ما عندكش حاجة تقيس بيها اللي أنت بتعمله، ده أكبر غلط وأكبر شيء هيديك لحتة بقى التشتت. اللعنة بتاعة الجيل بتاعي إن هو أنا متشتت، أنا عندي حاجات كتير، أنا شاطر في كذا وشاطر في كذا وشاطر في كذا وشاطر في كذا، بس كتر الحاجات اللي أنت شاطر فيها دي ما بيغنيش إن أنت مش مميز فيها. انا ما يفرقش معايا انت شاطر في ايه، على قد ما انت تقول لي انا مميز في كذا، ان انا لو اتحطيت في شغلانه معينه هعرف اشتغلها. بس مش مجرد كلام، فعل اتحرك ليها. لكن ان انت تفضل قاعد مستني، اه ده انا مش عارف هشوف الشغلانه دي بس انا مش عارف بذاكر كذا، فانت هتمشي 10 خطوات في هنا، فعقبال ما الشغلانه دي تجيلك او ان انت تيجي تعمل لها تمشي 10 خطوات تانيين، تحس ان انت اتاخرت، تحس مبقتش مناسبه ليك، فتفضل تتايه بقى. لكن انت لو اخترت مجال واحد ومشيت ليه، هتلاقيك بتوصل لحاجه. ودي الحاجة اللي أنا عايز أتكلم عليها. والنقطة التانية، إن الناس بتخاف من اختيار أو إن هي تتخذ قرار. تحس إن أنت لازم دايما تعلق قراراتك أو مصيرك على شماعة حد تاني أو حاجات تاني اللي هو مش أنت، خوفا من إن أنت تشيل اللوم أو إن أنت تشيل حاجة. اللي هو مثلا في ناس بتفكر إن كارير ألف أو مسار ألف أو الاتجاه بتاع ألف هو ده مثلا أحسن مسار، بس لما بتشوف فيه تقول يعني هو كويس ممكن أمشي فيه. بس انا دلوقتي امشي في الف ولا في ب، تفضل محتار بقى، فتمشي شويه هنا وتمشي شويه هنا، فانت ما نجحتش في حاجه. لا منك مشيت في الف وكملت، ولا منك مشيت في ب واختلفت او عملت حاجه جديده. هي دي الفكره. انت بتخاف ان انت تتخذ قرار، والمعضله في الموضوع ان انت كده اتخذت قرار ان انت ما تتخذش قرار، تحس ان احنا بنلعب كده اللي هو ارنبنا في ورقه. لكن لا، هي دي فعلا ان انت تتخذ قرار ان انت ما تروحش في اي حته، ده في حد ذاته قرار وهتشيل مسؤوليته بعدين. انا مش عايزك تشيل مسؤوليته بالذنب، ان انت تحس ان انت انا ضيعت عمري ضيعت وقتي ما ارتحتش في الحياه اللي انا عملتها، ما ارتحتش في الاختيار اللي انا بنيته ووصلت له. لان انت اخترت، انت ما بتختارش. اخترت ان انت ما تمشيش معاهم، حتى انت فضلت واقف تتفرج عليهم وتروح ده مع ده شويه ومع ده شويه ومع ده شويه. فده ادى ان انت يعني حرفيا اللي هو ولا حاجه، انت برضه مش عارف انت وصلت ليه. ودي برضو من المشاكل اللي انا بواجهها انا في حياتي شخصيا. ان انا ساعات مثلا بقعد اعمل فيديوهات ومحتوى، ساعات بقعد اكتب روايات، ساعات بذاكر مع الكليه وبركز معاها، ساعات ببدا في مشروع، ساعات ببدا في شغل. ده ادى ان انا الحمد لله عندي خبرات في كذا مجال. بس هل انت عارف ان انا بكتب روايات؟ لا، ما تعرفش ان انا بكتب روايات. طب هل الناس اللي اشترت الروايات بتاعتي، هل هي كلهم عارفين ان انا بعمل محتوى؟
مش كلهم عارفين ان انا بعمل محتوى. هل الاتنين عارفين ان انا في كلية هندسة وان انا ليا كارير وحياة تانية غير المحتوى والحاجات اللي انا بعملها دي؟ برضه. فهو ان انا ما ثبتش مكاني في حتة معينة ادت ان انا ابقى متميز فيها، لا انا بعمل ده وبعمل ده وبعمل ده، ادت ان انا مشتت، ادت ان انا تايه، ادت ان انا بصحى كل يوم ببقى متضايق ان انا مش عارف طب انا صح ولا غلط، طب انا شاطر، طب انا وحش، طب انا فعلا كويس ولا لا. هي دي الفكرة اللي انا بفكر فيها كل يوم، واعتقد ان ده مش انا لوحدي، مش انا لوحدي اللي بفكر هل انا فعلا في الطريق الصح ولا لا، هل انا لوحدي اللي ماشي صح، ولا المفروض امشي زي دولت ولا اعمل زي دولت. طب انا بحب حاجة، تلات اربع حاجات، هل المفروض اسعى فيهم كلهم؟ لا. ده الحاجة اللي انا توصلت لها. المفروض ان انا اسعى في حاجة واحدة لحد الاخر. يا عم مش هقول لك اوصل ل 100% ان انت تبقى احسن حاجة فيه، بس اوصل ل 90 80 70%، على الاقل ان انت تبقى بذلت مجهود كبير في الحاجة دي، ان انت تعرف تقيم منها هل ده مكانك ولا لا. لكن اللي عارف انت، اللي واقف على البر سبيح، اللي هو لو حد فاهم واقف على البر الناس تسألك انت بتعرف تعوم، انا بعرف اعوم. لكن لما تيجي في ارض الواقع وجيت تحط في البحر او في اي مكان عشان تعوم فيه، هتحس ان الموضوع صعب ومش هتعرف تعوم اصلا. فما تخليكش زي ده، خليك ان انت لا انا هنزل وهجرب وعندي خطة لحد معين، وهل الخطة دي ماشية بمسار ناجح ولا لا. وده معناه مش ان انا افني عمري في التخطيط، لان برضو يعني ايه، كتر التخطيط مضر، وكتر السعي من غير هدف مضر برضو، لان انت كده بتعمل مشكله ما بين الاتنين. وانا يا فرحتي لو عندي خطط كتير بس انا ما بعملش بيها حاجه، وفي نفس الوقت ايه اللي لازمه ان انا بعمل مجهود كبير بس انا ما عنديش خطه ان انا هعمل ايه بالمجهود ده، هوصل بيه لايه في الاخر. قبل ما تتحرك اعرف انت عايز ايه، على الاقل ان انت تبقى انا هروح للحته دي، انا هروح لها بعد فتره معينه، وهاقيس بقى هل أنا فعلًا عرفت أضبط الحتّة دي في الفترة دي، طب أنا وصلت فيها لقد إيه، طب هل أنا عارف أشتغل الشغلانة دي؟ ممكن ناس تبقى واهماك إن هي شغلانة ال1.000.000 جنيه وشغلانة الفلوس كلّها، في الآخر أنت أصلًا ما بتبقاش عاجباك، اللي هو أنت مش عارف تنجح فيها، أو إن هي مش مناسبة لعقليتك أو دماغك أو لتفكيرك أو لأي حاجة. ما في ناس كتير بتفكّر إن هو أنا نفسي أسافر، وأول لمّا يسافروا بيرجعوا تاني، ده بسبب إيه؟ إن هو يعني الناس ضحكت عليه، الناس وهو مفكر إن السفر ده الرفاهية والراحة، مش مدرك إن فيه غربة وإن هو بيبعد عن الناس، وإن هو بيضحي بذكريات كتيرة مع الناس القريبة منه اللي عايش معاها في البلد اللي هو كان فيها، فبيضطر إن هو يرجع لأن هو مش عارف يعيش زي ده. دي نفس الفكرة. ما تقعدش تشوف إن كل الناس مبسوطة وكل الناس اللي هي بتعرض لك إن هي حياتها ناجحة 100%، دي ناس كلها مبسوطة، لأ الناس دي بتتعب بس بشكل تاني هو مش حابب يوريه لك، هو حابب يوري لك الرفاهية أو النجاح، لأن بصراحة ما حدش هيعمل لك كده، ما حدش هيطلع يعيط لك في الكاميرا، طب ما أنت يعني فاهم، هي الناس عايزة طاقة إيجابية أو طاقة مختلفة، يعني فاهم الناس كلها متضايقة، ناس زعلانة والناس مشتتة، فأنا مش هاروح أتفرج على ناس مشتتة، لأ أنا عايز حد يكون على الأقل ناجح، أشوفه أضحك على نفسي بنفسي إن هو إن شاء الله هابقى ناجح في يوم من الأيام زيه. ومشاركة من بكيزة قد الدنيا بكيزة. ومن هنا دي فكرة الحلقة، إن أنت لازم تبقى مدرك الواقع اللي أنت عايشه، إن أنت بتعرف تشتغل بكفاءة قد كده في وقت قد كده، فهتعرف ترسم هدف لنفسك، وفي نفس الوقت ما تقضيش حياتك في الرسم، إن أنت لو قضيت حياتك إن أنت ترسم أهداف تحس إن العمر عدى بيك وأنت موصلتش لحاجة، ولو فضلت حياتك كلها بتسعى من غير هدف تحس إن أنت عامل مجهود كبير جدا، مجهود جبار، بس برضه مش محطوط في حاجة معينة إن هو يقاس بيها. فدي ختام حلقة النهاردة من دفتر العراف، أتمنى هي تكون عجبتكم، وأتمنى إن كل واحد بيسعى يلاقي هدف ونتيجة للسعي بتاعه، وأي واحد بيفكر أو بيخطط يبدأ يسعى عشان يوصل لحاجة في حياته. شكرا ليكم وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم.